اهلا بيكم في فيديو جديد. هنبدأ بسم الله سلسلة نواعم العيد. النهاردة هنعمل الكحك وهقولك على ادق التفاصيل، وهنركز على اهم الخطوات اللي بتفرق جدا في نجاح الوصفة. هقول برضو ايه احسن نوع دقيق ممكن تستخدميه وطريقة التسوية سواء في فرن البوتاجاز او في فرن الغاز. كمان هقولك على خطوة مهمة جدا جدا هتفرق معاكي في ثبات الرسمة حتى بعد التسوية. عاوزة انوه عن ان نواعم العيد عموما بيكون فيها المقادير طبعا مهمة جدا، بس الاهم من المقادير الملاحظات اللي المفروض تاخدي بالك منها وانتي شغالة علشان الوصفة تطلع مظبوطة معاكي. علشان كده ضروري تشوفي الفيديو كله، كل كلمة مهمة، كل دقيقة مهمة. كحك مظبوط جدا دايب ذوبان. يلا بقى ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان فعلي جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. لو هتعملي الكحك محشي يبقى اول حاجة بتجهزيها بتكون الحشوات، سواء ملبن او تمر، العجوة يعني او العجمية. انا النهاردة هحشي ملبن، واللي بنعمله مع الملبن هو اللي بنعمله مع العجوة. اما العجمية فدي ليها طريقة خاصة بتحضيرها، ممكن لو حابين اعملها ليكم في فيديو منفصل اكتبولي تحت في التعليقات. اللي قدامكم ده حوالي 300 جرام من الملبن، ضفت ليه معلقة كبيرة مليانة من السمنة. هبتدي اطري الملبن بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا جدا علشان الملبن ما ينشفش معانا بعد التسوية، يعني بعد ما نخرج الكحك من الفرن ويبرد الملبن ما ينشفش معانا. هضيف عليه كمان باكت فانيليا ونقطتين كده من اسانس مية الزهر. خلوا بالكم نقطتين فقط علشان ده اسانس مركز، لو مية زهر مخففة عادية ضيفوا معلقة كبيرة. هبتدي امكس المكونات دي كلها مع بعض لحد لما الملبن يطرى خالص معايا ويبقى عجينة طرية بالمنظر ده. اشتروا نوع ملبن كويس علشان كمان برضو ما ينشفش معاكي بعد التسوية. قسمت الملبن لكرات صغيرة، وزن الكرة حوالي 8 جرام او قد البلية الصغيرة. ممكن توزني لو تحبي او تعمليه بالنظر، المهم الطبق اللي هتحطي عليه كرات الملبن يكون مدهون مادة دهنية علشان الملبن ما يلزقش فيه، وتكون الكرات كلها بقدر الامكان قد بعض. نيجي بقى للدقيق، والاكتر التعليقات بتكون بخصوص الدقيق. الناس كلها بتسألني ايه احسن نوع دقيق ممكن نستخدمه لنوع من العيد. اولا عايزه اقولك لو انت بتتابعيني من مصر، انواع الدقيق او انواع الماركات بتاعت الدقيق بتختلف من مكان لمكان، ولكن في انواع مشهوره بتبقى متوفره في كل السوبر ماركتس في كل المحافظات، زي سنبله الفرات او دوبيلا او فايف ستارز. الانواع دي متوفره وكل الناس تعرفها. لو هتستخدميها استخدمي النوع اللي بيبقى مكتوب عليه مخصص للكحك والبسكوت. اما الانواع التانية واللي غالبا بتكون متعدده الاغراض زي دقيق الضحى ده برضو مشهور ومعروف، بس في ماركات تانية بتختلف بقى من محافظة لمحافظة، بتكون متعددة الأغراض. اقري اللي مكتوب على الكيس بخصوص نسبة البروتين. نسبة البروتين المفروض تكون من 10 ل 11% بالكتير، مش أكتر من كده. لو النسبة أعلى من كده نتيجته مش هتكون أحسن حاجة. ولو انت معتمدة نوع معين من الدقيق عندك بيطلع نتيجة حلوة، خلاص توكلي على الله واستخدمي. المقدار بتاعي النهاردة هيكون كيلو دقيق. تمام، انت لو حابة تضاعفي المقادير براحتك خالص، عايزة تعملي كيلو 2 كيلو دي حاجة ترجع لك. طبعا المفروض الدقيق بننخله الأول، وانا هعايره معاكم كمان بالكوباية، يعني هنشوف كيلو الدقيق هيدينا كام كوباية للناس اللي حابة المعيار بالكوباية. بتاخدي الدقيق كده بالمعلقة وبتنزلي بيه في الكوباية وبتسوي السطح من غير ما تضغطي الدقيق ولا تهزي الدقيق في الكوباية. بكده الميزان هيبقى صحيح، يعني هيديكي وزن مظبوط للكوباية. الكيلو دي هيديني تقريبا لو هتعدي معايا الكوبايات كده 7 كوبايات وتقريبا وتلت. تمام. لو عايرت الدقيق قبل النخل هيديكي عدد كوبايات اقل من كده، علشان كده بقول لكم عايروا الدقيق بعد النخل مش قبل النخل. دي اخر حاجه كانت تلت كوبايه، يبقى كيلو الدقيق اداني 7 كوبايات وتلت بالظبط. هنا انا نقلته في بوله اوسع علشان اعرف اعجن فيها، لان البوله الاولى كانت صغيره. هبتدي اضيف شويه اضافات كده. هضيف الاول السمسم. السمسم لو محمص ضيفيه على طول، ولكن لو ني مش محمص حمصيه تحميصه خفيفه. هضيف 15 جرام بما يعادل معلقتين كبار، متكتريش عن كده لان كتره بيبوظ النقشه لو انت هتنقشي يعني، او حتى لو هتبصمي بالبصامه، يعني ما يبقاش السمسم كتير علشان ايه ما ياثرش على الرسمه معاكي. 15 جرام كانوا كفايه جدا. هضيف كمان رشه كده من الملح، وهضيف بيكنج باودر. الإضافة دي جديدة السنة دي، جربيها، أنا فرقت معايا جدا في نتيجة الكحك. فهضيف ربع معلقة صغيرة. المعلقة اللي انتم شايفينها دي نص معلقة صغيرة
فمش حملاها، طبعا هاخد نصها فقط، يبقى ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، منكترش عن كده علشان برضو الكحك بتاعي نقشته يفضل يعني محتفظ بالنقشة بتاعته. هضيف كمان معلقة صغيرة من المحلب، او ممكن تضيفي ريحة كحك اللي تحبيه. المحلب بتجيبيه بتطحنيه وبتنخليه، وبعد كده بتاخدي منه معلقة صغيرة لكل كيلو من الدقيق. طبعا انا عايزه اقول برضو على حاجه تانية، لو انت مستخدمه نوع سمنه كويس او نوع سمنه بلدي ريحته حلوه، الكحك مش هيبقى محتاج اي بقى محلب ولا اي اسانسات، يعني اي روايح. السمنه بتبقى كفايه جدا جدا. يعني بالنسبه للسمنه انا هستخدم لكل كيلو دقيق 550 جرام من السمنه، وهعايرها معاكم برضو بالكوبايه يعني. تمام. انا مستخدمه نوعين من السمنه، يعني خليط ما بين سمنه صناعي ما بين سمنه بلدي. انت هتستخدمي ايه؟ استخدمي اللي يريحك واللي متوفر عندك واللي على حسب امكانياتك، سواء صناعي او بلدي او مخلوطه، براحتك يعني، براحتك خالص. انا هعمل ايه بقى في السمنه دي؟ هستخدمها زي ما هي كده بارده، ولا هسخنها لحد لما تتقدح؟ لا، انا هكون وسط ما بين الاتنين. انا هسخن السمنه دي تسخين، يعني هرفعها على النار يا دوب بس تسخن، هشيلها على طول من على النار يا دوب تسيح، يعني تسيح كمان. وهشيلها على طول من على النار وهستخدمها. حد كمان كان سألني في الكومنتات افضل الكحك المقدوح ولا الكحك اللي على البارد؟ عايزه اقول لك ان الكحك المقدوح طبعا بيعيش فتره طويله، لو انت عامله كميه كبيره اعمليه مقدوح، ولكن لو انت عامله كميه صغيره هتخلص على طول، اعملي بالطريقه بتاعتنا. هاخد السمنه دي بمجرد بس مساحت، يعني ما سخنتهاش لحد لما اتقدحت، وهنزل بيها على الدقيق على طول. مقدار السمنه زي ما انتم شايفين كده عمل معايا كوبايتين ونص من الكوبايات المعياريه اللي معيارها 250 ملي. هبتدي اشرب كده الدقيق بكميه السمنه كلها باستخدام معلقه وبسباتيولا. وانا كمان هضيف اضافه هتفرق جدا في طعم الكحك معاكي. ضيفي معلقتين كبار كده من الحليب البودر، قلبيهم مع المكونات. المفروض ان احنا دلوقتي داخلين على مرحله بس الدقيق بالسمنه. بس قبل ما ندخل على مرحله البس، عايزه اوريكم قوام العجينه قبل البس علشان نقارن شكل العجينه قبل البس وشكلها بعد البس. باخد حته كده وبكورها، بطريها وبكورها زي ما انتم شايفين كده. لما بضغط عليها العجينه طبعا مشققه ومش احسن حاجه، فعلشان كده لازم العجينه تبسيها، او لازم الدقيق تبسيه كويس جدا جدا بالسمنه. هغطيها كده واركنها على جنب لحد لما نحضر خليط الخميره. انا هستخدم النهارده ميه، هستخدم 200 ملي من الميه، يعني كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. هنزل عليها بمعلقتين كبار من السكر، وعليهم باكت من الفانيليا وزنه، او باكت من الخميره الفوريه وزنه 10 جرام او 11 جرام، بما يعادل معلقه معياريه كبيره. هقلبهم وهسيبهم كده على جنب لحد لما نخلص مرحله البث تكون الخميره تفاعلت معايا. هنبتدي بقى مرحله البث. باخد حته كده من العجينه، او باخد العجين حته حته ما بين ايديا، وابتدي كده ادعك العجينه كويس لحد لما تطرى وتسخن ما بين ايديا. ممكن كمان انتي توسعي كده لنفسك وتاخدي العجينه حته حته، يعني تاخدي حته حته من العجينه تبسيها وتنزليها في الفراغ اللي انتي عملتيه دوت، علشان تضمني ان كل العجينه اتبست معاكي كويس جدا. انا خلصت هنا كل الكمية، وده شكل العجينة بعد البس. بصوا الشكل اختلف تماما تماما. علشان تتأكدوا ان انتم ماشيين صح وخطواتكم مظبوطة، خدوا حتة من العجينة بعد ما تبسوها وكوروها كده، هتبصوا تلاقوا فيها تلزيقة خفيفة. ده يدل على ان انتم ماشيين صح وخطواتكم مظبوطة. الخميرة كانت تفاعلت معايا، هنزل بيها على طول على العجينة بتاعتي. واحنا داخلين دلوقتي على اخطر مرحلة في الكحك كله. خدوا بالكم وركزوا ان احنا هنا مش بنعجن خالص يا جماعة، يا دوب بنقلب تقليب بأطراف صوابعنا، يعني يا دوب المية تتداخل كده مع الدقيق نوقف تقليب على طول. يعني بمجرد ما كده ابص اشوف الاقي المية مش موجودة، خلاص كده اوقف تقليب. لو فضلتي تقلبي في الكحك العجينة هتشد عرق معاكي، وهتحسي انها محتاجة سوائل تاني، وده طبعا غلط. هما كوباية الا ربع كفاية جدا، هما يعني هيدوكي نتيجة مظبوطة. انا قسمت العجينة بتاعتي لكرات. وزن الكورة يعني الكحك المحشي من 25 ل 30 جرام، براحتك زي ما انت حابة. تمام. قسمته كده على بولتين، مش هحطه كله على بعضه علشان ما يسحش على بعض. دايما وانا شغالة بغطي كده بكيس نايلون وفوقيه فوطة علشان العجينة ما تنشفش معاكي، ضروري جدا تغطيه.
دلوقتي بقى هقولك على الخطوة اللي بتفرق في نقشة الكحك. البصامة اللي انت بتنقشي بيها او اللي بتشكلي بيها المفروض ان سطحها يبقى شكله بومبي كده، ما يبقاش مسطح، تمام، علشان يديكي رسمة مظبوطة على الكحكاية. لو هي شكلها مسطح هاتي دهون تقيلة او اي حاجة شبه كده وبططيها، خرجيها لبره لحد لما تاخد الشكل البومبي. بالنسبة بقى للحشوة برضو عايزة اقولك ان حجم الحشوة المفروض يكون متناسب مع حجم الكحكاية. الحشوة كانت معايا حوالي 8 جرام والكحكاية 25 جرام او 30 جرام بالكتير. ما تكتريش الحشوة عن كده علشان برضو ما تخرجش بره الكحكاية اثناء ما هي في الفرن، تمام، والكحكاية تشقق معايا والكحكة والحشوة تخرج والدنيا تبوظ معانا. هنبتدي دلوقتي نشكل. طبعا الاول بتاخدي العجينة وبتلينيها ما بين ايديكي لحد لما ما يبقاش فيها اي تشققات، تمام. بتفتحيها كده زي ما بنفتح الكبة، زي فكرة الكبة السورية او الشامية، تمام. بتدخلي الحشوة بتقفلي عليها بتكوريها بتخليها شكل كورة، وبعد كده بالبصامة بقى وبتنزلي عليها بتبططيها بالبصامة، اضغطي عليها ضغطة محترمة لحد لما البصامة تدخل جوه العجينة وتديكي الشكل ده. يعني علشان الرسمة تبقى واضحة معاكي وتبقى شارب وحادة انزلي بالبصامة كده يعني ضغطة محترمة، تمام. ده شكل العجينة طبعا او شكل الكحكاية معايا، لا مشققة ولا اي حاجة يعني. عايزة اقولك كمان على ملاحظة تانية وانتي شغالة، خلي حد يساعدك، يعني حد يلين العجينة وانتي تشكلي علشان يعني تنجزي بسرعة والكحك اللي انتي تعمليه ما يخمرش معاكي على الصاج ونقشته تروح معاكي، والصاج اللي يكمل يدخل الفرن على طول. الكحك ما بيخمرش يا جماعة على الصاج، لو سبتيه على الصاج يخمر الرسمة بتاعته او النقشة بتاعته هتروح يعني ومش هيبقى احسن حاجة. انا السنة دي استخدمت البصامة. لو حابين يعني تشوفوا الكحك المنقوش انا عاملة قبل كده يعني فيديو عن الكحك المنقوش، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، متكلمة عن النقشات بالتفصيل وشرح طريقة النقش بالتفصيل الممل. السنة دي عملت بالبصامة، ادي واحدة كمان يعني كله مظبوط جدا مفيش اي تشققات ولا اي حاجة. انا الكمية او الكيلو اداني الصاج دوت حوالي الصاج دوت مقاسه كان 60 40 في 60 40 في 60 وكمان اداني صاج صغير، تمام. بالنسبة بقى للتسوية، التسوية مهمة جدا جدا. التسوية في فرن الغاز هتكون ازاي؟ انا النهاردة سويت في فرن الغاز. هتشغلي الفرن لمدة 5 دقايق عالي من الجوانب ومن تحت لحد لما يسخن. بعد كده هتدخلي الصاج بتاعك هتهدي الجوانب خالص وتخلي اللي من تحت حرارته وسط، يعني تخلي اللي تحت وسط والجوانب هادية خالص، تمام. هتبدأي تديري الصاج بعد مرور 3 دقايق، كل 3 دقايق تديري الصاج تخلي اللي جوه بره واللي بره جوه علشان ياخد تسوية مظبوطة. واول ما ياخد لون من تحت، وده بيحصل بعد مرور 8 ل 9 دقايق بالكتير مش اكتر من كده، تبدأي توطي من تحت وتعلي الجوانب شوية، تمام. اول ما ياخد معاكي يعني لون كده خفيف من فوق تخرجيه. توتال مدة التسوية كلها بتكون على بعض في الفرن دي حوالي 12 دقيقة مش اكتر من كده. لو هتسوي في فرن البوتاجاز بتشغلي الفرن على حرارة 180 تسخنيها كويس وتدخلي الكحك بتاعك على الرف الاوسط لمدة حوالي يعني 13 دقيقة. ياخد أول ما ياخد لون من تحت تطفي من تحت وشغلي عليه الشواية، بس انتبهي لما تشغلي الشواية نزلي الصاج أو رف الفرن درجة كمان علشان ما يبقاش الكحك يعني في مواجهة الشواية أو قريب منها، والكحك كمان والكحكاية بتاعتك تفتح والحشوة تخرج منها. الكحك المحشي يا جماعة ما بيقعدش كتير في الفرن. توتال مدة التسوية في فرن الغاز أكتر حاجة 12 دقيقة، وفي فرن البوتاجاز أكتر حاجة ربع ساعة. أكتر من كده الحشوة هتفضل تغلي 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 جوه الكحكاية وتبصي تلاقيها خرجت بره الكحكاية والدنيا باظت معاكي. فالكحك المحشي ما بياخدش نار، هو مفهوش أصلا عجين كتير من جوه فمش محتاج نار كتير. أما لو هتعمليه سادة فالكحك السادة بيدخل على فرن هادي حرارة 160 بيفضل في الفرن حوالي 30 دقيقة أو من 30 ل 35 دقيقة. أول ما ياخد لون من تحت تخرجيه وتشغلي عليه الشواية ياخد لون من فوق. أجمل كحك يا جماعة لعيونكم، جربوه. أتمنى يا رب تطبقوا الوصفة وتخلوا بالكم من كل الملاحظات اللي أنا قلت عليها.
بصوا كده الرسمة بتاعة الكحك بتاعتي يعني زي ما هي، ولا فرش ولا النقشة راحت. كمان الكحك دايب دوبان، والملبن يعني ما نشفش منه ولا اي حاجة. افتح لكم واحدة من جوه علشان تشوفوها. دايب يا جماعة حرفيا، يعني مش قادرة اقول لكم دايب قد ايه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. طبقوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. عايزة اقول لكم كمان برضو ملحوظة مهمة قبل ما اختم. الكحك طبعا ما بيتسكرش، يعني بتسكريه اثناء التقديم. يعني ما بيتسكرش وهو سخن، لازم يبرد تماما. وكمان مش بنشيله من على الصاج وهو سخن، خليه على الصاج لحد لما يبرد تماما، وبعد كده احفظيه في علب بقى بلاستيك او في اي حاجة، بس مش حاجة ورق او كرتون، علشان ما يعني ما تمصش السمنة منه. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم. اشوفكم في فيديو جديد قريب. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.